يا ابني السماعه دي من ودنك هتنطرش. ما انا مش معلي الصوت. برضو شيلها كده خطر. خطر ازاي بس؟ ما هو نفس علو الكاسيت او التلفزيون عادي يعني. خطر وخلاص، ووطيه احسن لك. لو كده خطر فعلا. انا شخصيا ما اعرفش اذا كانت سماعات الودان فعلا اخطر من السماعات العاديه ولا لا، بس الحاجه اللي انا اعرفها كويس ان العلماء كانوا بيحاولوا يطوروا السماعه لنفس السبب اللي كانوا بيحاولوا يطوروا علشانه التليفون، اللي هو اختراع التليفون اللي كان ساعتها لسه جديد. الكلام ده كان في القرن ال19، وكان جراهام بيل لسه مخترع التليفون، وعلشان يشتغل كويس كانوا محتاجين يخترعوا له سماعات وميكروفون. كانوا ساعتها بيستخدموا سماعات بدائية جدا، لحد ما مخترع ألماني اسمه فيرنر فون سيمنز توصل لاستخدام الملف المتحرك في السماعة، بس ما عرفش يطبق نظريته. بعديها بحوالي 50 سنة مهندس أمريكي اسمه تشستر رايس ومخترع أمريكي برضه اسمه إدوارد كيلوج نجحوا في اختراع سماعة بتشتغل بفكرة سيمنز باستخدام الملف والمغناطيس، وبتشتغل بكفاءة عالية كمان. زي ما فكرة الميكروفون اعتمدت على اكتشاف فاراداي إن التغير في المجال المغناطيسي بيولد تيار كهربي متغير، اعتمدت فكرة السماعة على اكتشاف أورستد إن التيار الكهربي لما بيمر في سلك بيولد مجال مغناطيسي. كده الملف لما مشي فيه التيار الكهربي بقى مغناطيس متغير بيتنافر ويتجاذب مع المغناطيس الموجود أصلا في السماعة حسب شدة واتجاه التيار. التنافر والتجاذب ده بيؤدي لاهتزاز الملف، واهتزاز الملف بيؤدي لاهتزاز الغشاء المخروطي، وبكده بتتولد الموجات الصوتية. وخلي بالك التيار الكهربي اللي في الملف ممكن يكون صوت متحول قبل كده الكهرباء عن طريق ميكروفون. زي الكلام في التليفون مثلا، لما انت بتتكلم في الميكروفون اللي في التليفون بيتحول الموجات الصوتية بتاعتك لتيار كهربي، وبتوصل الإشارة الكهربية دي من خلال السلوك لحد اللي انت بتكلمه الناحية التانية، وهناك بتخش في ملف السماعة، وبعدين السماعة بتحولها لموجات صوتية. مثال تاني في الكمبيوتر، لما بشغل أغنية على الكمبيوتر، الكمبيوتر بيبعت للسماعة إشارات كهربية تخليها تطلع صوت الأغنية بالظبط. وبكده نبقى عرفنا إزاي السماعات بتشتغل، سواء في الكمبيوتر أو في التلفزيون أو في الموبايل أو حتى سماعات الودان. ما تنساش تقول لنا سماعات الودان أخطر من السماعات العادية ولا لأ.